ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الكل عشان يوصلكوا كل جديد. بذمتكم في قمر وجمال وكياته كده؟ ايه الكيوته ديت؟ واو. دخلنا بقى المحل دوت. طبعا زي ما انتوا شفتوا، بصوا الجمال والقمر دوت، الفرس قنونه خالص ده. طبعا انا بعرف وما بحبش الفيران خالص، بس دوت شكله كده كميله خالص. دخلنا عندي واحد كده محل مليان من كل حاجة ما شاء الله عليه. من كل انواع الحيوانات والطيور وكل حاجة هتشوفوا معايا، في حاجات جميلة قوي. وشوفنا كمان بغبغان بيكلم كل اي حاجة، اي كلمة انتوا عايزين تقولوها. على فكرة هو بيلقط وحافظ وعارف، بس للأسف ده الوحيد اللي سألنا على سعره طلع ب75,000 جنيه. ليه؟ بيتكلم وهيبيع دهب ولا ايه؟ 75,000 ايه؟ حرام عليكم. والبغبغان ده جميلة خالص برضو. وهنا الناحية ديت بقى بتاعت القطط والكلاب. بصوا البوبي ده، بص شكله كيوت خالص كده جميل. انا لو عيالي شافوا الحاجات دي، يا لهوي. انا عيالي كبار بس سنهم اكني بيبيهات صغيرة، يشبطوا عايزين، يعني عايزين. دي بومة. طبعا الناس اللي عارفة البومة ما بتشوفش بالنهار. بيبقى نظرها ضعيف جدا، بتشوف كويس اوي نظرها 100% بالليل. بعتذر. بس حتى بص اللي هي ايه، بتدور كده ومش شايفة كويس. دي اسمها ايه؟ طبعا بقى اكتبوا لي في الكومنتات كل بلد عندكم الحيوان او الطير ده اسمه ايه. طبعا دي سلحفة في المية، بس اللي تحت اسمها سحلية. هي دي، مش عارفة اسمها سحلية ولا اسمها ايه، اللي كانت مع رابنزل في الافلام الكرتون. مش عارفة، ما علينا. انا بقول لكم على الاسماء. على ده الفار. انا مش عارفه الناس دي بتعرف تربي الحاجات دي في البيت ازاي، انا بعرف جدا. على قد ما انا بعشق الكلاب برضو مش بحبهم في البيت ابدا. عندي حوض سمك، في مره بوريكم حوض سمك عندي. ده برضو حوض سمك، بصوا السمك فوق الروعه. انا من عشاق السمك، انا وجوزي الصراحه. هبقى في مره اوريكم الحوض بتاعنا وعاملين ايه. وكنت مشتريه كواكع من البحر. مشتريه ايه؟ بعتذر. ما كنتش مشتريه كواكع، كنت بقعد على الشط كده والم كواكع وحطيناها في الحوض. وابقى في مره اصورها لكم واوريها لكم. لو عجبكم نوع من الفيديوهات ديت قولوا لي واكتبوا لي في الكومنتات، وقولوا لي من كل واحد من انهي بلد، وايه اسم الحيوانات دي عندكم في بلدكم. اشوفكم في لايف جديد، اشوفكم في فيديو جديد.